مربى بتنجان. الناس كلها بتبقى مستغربه من المربى دي بالذات، انا بالنسبه لي من المفضله هنا. مش قوام مربى، قوام زيتون. اعتقد الصوره معبره جدا، ده اللون بتاعها. بلح باللوز دي حته تانية. سمعت قبل كده عن مربى البتنجان ومربى الكركديه؟ ما اعتقدش، بس هنا في سيوه لازم تجرب الحاجات دي. ما ينفعش يبقى بنجرب الاكل في سيوه وما نجربش النهارده معاكم بعض المصنوعات. من اشهر المصنوعات الغذائيه في سيوه هي المربات. السيويين شاطرين جدا في صناعه المربات، وهنلاقي عندهم انواع غريبه ومختلفه. النهارده في محل سيوه سنت هنجرب المربات السيويه بتاعتهم وندوق. اول حاجه هنجربها مربى البرتقال. طعم البرتقال قوي وواضح. مربى البرتقال فيها طعم ليمون، فيها ليمون جراس. النكهه بتاعتها قويه طبيعيه 100%، بس طعم البرتقال ظاهر، والسكر بتاعها مش عالي خالص، يعني مظبوط بالنسبه لي بصراحه في المربات. تاني حاجه معانا مربى القرع. ريحه القرع قويه وظاهره، محليه قوي. الناس اللي بتحب المربات اللي طعمها قوي، هو القرع كده محلي مع طبعا الاضافات اللي عليها. ايه دي كركديه. انت مين الاول؟ خالد. خالد بقى جه معانا هيشرح لنا الاصناف اللي احنا هنجربها. دي مربى ايه يا خالد؟ كركديه. الناس كلها بتبقى مستغربه من المربى دي بالذات. انا اول مره بصراحه جربتها من 5-6 سنين كده، كنت مستغرب. فيها سويت اند ساور كا حلو قوي. انا بالنسبه لي من المفضله هنا. انا بحب الكركديه كنبته عادي. لما جيت جربت المربى الكركديه اول مره كنت مستغرب جدا، بس عجبتني. لو بتحبوا تجربوا حاجات غريبه زي هتعجبكم. حلوه قوي يا خالد دي. ايه بقى تاني ممكن نجربه؟ بتنجان. خالد بقى هيدوقنا كمان مربى بتنجان. مربى بتنجان. انا واحد بحب البتنجان جدا، مقلي مشوي بابا غنوج اي حاجه. فاعتقد ان انا احب بالتبعيه مربى البتنجان. انا بصراحه دي اول مره اجربها. لونها باذنجاني جدا. والله حلوه. بتنجان محلي. الوهله الاولى غريبه، مش مسكره قوي. طعم البتنجان ظاهر، سنه التسكيره اللي فيه دي مودياه في حته تانية جامد. المربى اللي بعدها مربى زيتون. في قطع من المربى كامله يعني لسه محتفظه بقوامها، مش قوام مربى، قوام زيتون. حاجه بصراحه هنا مش محتاجه، يعني اعتقد الصوره معبره جدا. تست مختلف تماما للزيتون، ريحه وطعم الزيتون اقوياء. التسكيره دي برضو مخليها الزيتون طعمه مختلف وبتديه تجربه مختلفه. حلوه مش مسكره قوي برضو. دي برضو مربى مثيره للاهتمام بالنسبه لي. بلح باللوز، حاجتين بحبهم. ده اللون بتاعها، يا رب يبقى ظاهر في الكاميرا. قطع بلح. واو، بلح باللوز دي حته تانية. جامد. لازم تجربوا دي، يعني لو بتحب البلح واللوز لازم تجرب دي. طعم البلح سويت قوي، واللوز مديله نكهه كده قويه، ممتاز بصراحه. طيب ده كان تجربه المربات. هروح عشان اشرب الشاي بتاعي.